ليش النساء بزمننا عم بتفوقوا على الرجال بكل شيء؟ حقولكم منظورتي بكل صراحة وانتوا قولوا لي إذا بتوافقوني الرأي أو لا. احنا اللي خلقنا بالتسعينات تربينا يمكن من آخر جيل كان فيه الرجال مسؤول عن كل شيء برا البيت والمرة مسؤولة عن كل شيء جوا البيت، وتربينا يمكن كمان من آخر جيل كان يشوف إنه الرجال بكفي بس إنه يكون رجال، المجتمع بتقبله كيف ما يكون، وإحنا خلقنا وربينا كمان مع مجتمع جديد بيقول إنه المرأة لازم تكون كاملة الأوصاف. تعلمنا من عمر صغير إنه فوق جمالنا لازم نزيد ذكاء، دراسة، قوة، أحسن ما الدنيا تدعوسنا دعوسة. وما يجي حدا يقول لي إنه الأولاد تربوا مع نفس هاي الضغوطات، خاصة بأوروبا أكتر الأولاد من جيلنا تربوا بالشوارع، إنه ولد عادي شو بده يصير عليه بيطلع مع رفقاته من الصبح لليل وما بتحمل أي مسؤولية تجاه أهله، بنفس الوقت ما كانت البنت بالبيت عم تدرس وتساعد إمها بكل شغل البيت. وبعدين كبرت هالبنت وفهمت إنه الأولاد بجيلها ما تربوا مثل الرجال أيام زمان، وفهمت إنه هو لا حيكون لا سند ولا ظهر، وفهمت إنه حتتحمل مسؤوليات هالحياة كلها لحالها، خاصة إذا تزوجت وجابت أولاد، وهذا الشيء خلاها تقوي حالها بعد أكتر. وبنفس الوقت هو كمان كبر ولا حاسس حاله نافع المجتمع برا ولا حاسس حاله رجال بالبيت. فأنتوا برأيكم شو الحل؟ مرة قالت لي ماما قلوب العالم مثل بيوتن. قلت لها شو يعني؟ قامت قالت لي لما تلاقي عيب ببيت حدا ما تقشري عليه إلا إذا ناوية تساعديه يصلحه، وبس تكوني قاعدة ببيت ما تغيري محل أي شي عشان بس تفلي ما تصعب عليه إنه يرجع يضبط هالبيت من بعدك. وإذا زرتي حدا ومش ناوية تطولي فقوليله عشان ما يعمل حسابه يتعود عليكي ويتعب بعد ما انت تفلي. وإذا مرة كنتي عند حدا زايرة وإجاهم ضيف تاني امشي، عشان البيوت قد ما كانت كبيرة ما بتساع كتير ضيوف. ولو في مرة اضطريتي تمشي فجأة ما تفتح الباب وتمشي، تأكدي قبل ما تمشي انك حاولتي تبقي. وإذا اشتقتي لشي بيت من البيوت يا ماما روحي تفرجي عليه من برا، بس ما ترجعي تفوتي على البيت، لأن البيت تغير حتى لو اللي جوات البيت هو ذاته.